صباح الخير. شوف عجلها لا تجيب اجلها. مسافات الامان يا قائد. مسافه الامان بينك وبين العربيه اللي قدامك نظريا المفروض تكون 4 متر لكل 10 كيلو سرعه. يعني لو انت ماشي بسرعه 10 كيلو في الساعه يبقى محتاج تكون سايب 4 متر على الاقل بينك وبين العربيه اللي قدامك. يبقى بمعادله بسيطه لو انت ماشي بسرعه 100 كيلو في الساعه يبقى انت محتاج تكون سايب على الاقل 40 متر، لان المسافه اللي العربيه محتاجاها عشان تقف وهي ماشيه بسرعه 10 كيلو اصغر بكتير قوي من المسافه اللي هي محتاجاها عشان تقف وهي ماشيه بسرعه 100 كيلو. ايوه هندسه، يعني نعمل ايه؟ نجيب متر ونقعد نقيس الطريق واحنا ماشيين ولا ايه؟ لا يا قائد، انا هقول لك تركايه تفرق معاك كتير وهتضمن لك ان الفرامل تجيبك لو حصل لا قدر الله اي حاجه مفاجاه. تعمد وانت ماشي دايما ورا اي عربيه على الطريق تكون شايف عجلها بالكامل وانت سايق زي كده بالظبط، وساعتها الفرامل هتجيبك وعلى ضمانتي كمان. يعني باختصار شوف عجلها لا تجيب اجلها. انا محمد ابراهيم، مدير اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات، وبنتمنى